السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الاقتراح ديال اليوم غادي نشارك معكم حلوة الطبقات بالياغورت، حلوة اللي كتجي أكثر من رائعة. كتحضروها دفعة واحدة، كتخرج لنا كمية وفيرة بدون زبدة، كتجي هشيشة بنينة ما تشبعوش منها. ما عليكم أخواتي إلا تبعوا معايا الوصفة من الأول حتى الآخر وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. غنبدا معكم مباشرة في الطريقة والمقادير. عندي هنايا في واحد الاناء غنحتاجو رشيشه ديال الملح لتصحيح الذوق، 3 ديال الحبات من البيض يكونوا من الاحسن حجم كبير. غادي نضيف عليهم كأس مملوء من السكر سنيده ما يعادل 150 غرام. عندي هنايا قشور ديال الحامضه، خديت حبه ديال الحامضه كمتوسطه في الحجم. غادي نحك لها فقط ديك القشره الصفراء اولا القشره الخضراء. صافي غادي نخدم هاد المكونات يعني البيض مع السكر مزيان، ومن بعد غادي نضيف كأس مملوء من الزيت ما يعادل 150 ملي، وكنرجع نخدم مزيان. تقدروا هاد المكونات كاملين تطحنوهم في الخلاط الكهربائي الا بغيتو تسهلوا عليكم الخدمه. صافي هنايا كما شفتوا غادي نخدم هكا مزيان بالفوي حتى كيبيض لنا الخليط بهذا الشكل. مباشره غادي نضيف علبه من الياغورت من وزن 110 غرام. انا استعملت هذوك جوج صغار، كل وحده فيها 60 غرام. من الاحسن تستعملوا المذاق اما ديال الفاني اولا ديال الموز، اولا تقدروا تستعملوا ياغورت طبيعي. صافي كندخل داك الياغورت مزيان في الخليط. وهنا الاضافه اولا السر ديال هاد الحلوه باش كتجينا هشيشه واخا ما درناش فيها الزبده، اننا غادي نضيفوا نصف كاس من النشا اولا المايزينا ما يعادل 3 ديال المعالق كبار عامرين مزيان. صافي غادي ندخل داك النشا مزيان هكايا في الخليط. مباشره غادي نبدا بالاضافه ديال الدقيق. صافي كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه كيف ما عودتكم معايا دائما. الدقيق راه كما كنقول لكم النوعيه كتختلف وعلى حسب الحجم ديال البيض كيف كنقول لكم. صافي هنايا ضفت الكاس الاول 100 غرام، ضروري هكا كنغربلو. غادي نحاول هنايا ندخلو هكا مزيان في الخليط. غير كيبدا يتقل هكايا العجين غادي نحيدو الفوي وغادي نجمعو باليد ديالنا. هنايا ضفت الكاس الثاني، وغادي نضيف 2 اكياس من الخميره ديال الحلوه من فئات 8 غرام، في المجموع 16 غرام. صافي هنايا كيف كتشوفوا العجينه بدات كتقال. غادي نحيدو هنايا الفوي وغادي نضيف الكميه ديال الدقيق اللي تبقات حتى كنحصل على العجينه اولا القوام اللي بغيت. هنا غنضيف الخميره كيف قلت لكم 3 ديال عفوا 16 غرام اولا 2 اكياس من الخميره ديال الحلوه. الا كانت عندكم ديال 7 غرام ممكن تخدموا بها. صافي هنايا غادي نبدا نجمع العجين شويه بشويه وغادي نوريكم القوام ديال العجينه كيف. صافي هنايا من بعد ما جمعت العجين هانتوما كيف كتشوفوا القوام ديالها، عجينه كتكون طريه ورطبه ما كتكونش قاصحه باش كتجيكم حلوه هشيشه وزوينه. صافي هنايا غادي ناخذها وغادي نقسم هاد العجين لثلاثه ديال الكرات اولا على 3 ديال الاقسام باش غادي نديروا 3 ديال الطبقات. خصهم يكونوا بنفس القياس، يعني تجيبوهم حاولوا انكم تجيبوهم يعني مساويين في قياس واحد، تقدروا انكم توزنوهم في الميزان الا بغيتوا. صافي غادي ناخذ اول كره. خديت هنايا ورق ديال الزبده اللي بنفس القياس ديال المول اولا الطاوه فاش غادي نطيبوا هاد الحلوه هذه، يعني الطاوه ديال الفران. انا خديت القطر ديالها 30 على 40 سنتيم. صافي قطعت نفس يعني الورق ديال الزبده على نفس الطاوه باش ناخذ به القياس ونطلق عليه العجين. صافي غادي ناخذ الكره الاولى ديال العجين، كرش شويه ديال الدقيق لان كما قلت لكم العجينه كتكون رطبه وطريه، وكنطلقها بالمدلك على هذاك الورق ديال الزبده كامل. صافي كنلفها بهذاك الورق ديال الزبده على المدلك وكنهزها بكل سهوله. كنحطها في صينيه ديال الفران بهذا الشكل هذا، يعني الورق ديال الزبده راه من التحت والطبقه ديال العجين من الفوق. يعني الطريقه نتمنى تكون واضحه لكم. بالنسبه لهاد الحلوه هذه فايت لي شاركتها معكم، لقات اقبال بزاف ديال الاخوات اللي جربوها وعجبتهم، وطريقه سهله وخدمه ديالها سهله بزاف، وكتحضروها كما قلت لكم دفعه واحده.
صافي حاولت انني نوزع ديك العجينه نقادها مزيان باش ما تجينيش جهه غليظه وجهه رقيقه. خديت هنايا اما هاد الجراره هذه ديال البيتزا اللي كتقبوا بها البيتزا، اولا تاخذوا غير فورشيط عادي كتقبوها مزيان مزيان مزيان، يعني تقبلوا ديك العجينه مزيان باش ما تنفخش لكم في الفران. غادي ناخذ هنايا المربى، من الاحسن يكون هذاك المربى الخفيف اللي كيكون هكا يعني ديال الحلوه، ماشي داك اللي فيه دوك الطريفات. صافي وغادي نحاول انني ندير واحد الطبقه مهمه هكايا ديال المربى، نحاول انني نوزعها واحد تقريبا واحد 4-5 ديال المعالق. يعني حاولوا ديروا كميه ديال المربى وما تخافوش الحلوه راه ما كتجيش حلوه بزاف. صافي غادي ناخذ هنايا رشيشه هكا ديال الكوك، كتبقى اختياريه، تقدروا ديروا اللوز اولا كاوكاو اللي بغيتو هكايا في الوسط، يعني ما بين طبقه وطبقه، حتى الكوك كيجي المذاق ديالو زوين بزاف. صافي كندير هكا رشيشه ديال الكوك تقريبا 2 معالق، وغادي نخلي هذيك الطاوه على جنب. غادي ناخذ هنايا ورق ديال الزبده بنفس القياس، يعني قطعت هكا 2 قياس، واحد درتو هكايا في اللاطه، وواحد غنبقى نخدم به هاد العجينه اللي بقات ليا. وكناخذ العجينه الثانيه اولا الكره ديال العجين الثانيه ونحاول نطلقها بنفس الطريقه فوق هذاك الورق ديال الزبده هكا مزيان. غادي نلفها على المدلك وغادي نهزها بكل سهوله، وغادي نقلبها يعني العجينه على هذيك الطبقه ديال المربى هانتوما كيف كتشوفوا، وكنحيدوا داك الورق ديال الزبده بكل سهوله. كنحاول انني نثبتها مزيان ونقادها باش تجيني هكا مقاده. وغادي نحيد هذاك الورق ديال الزبده، راه كيتحيد دغيا يعني ما كياخذش الوقت. صافي وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه اللي درت الطبقه الاولى. غادي نثقب العجين، يعني ضروري تقبوا يعني ما بين طبقه وطبقه باش ما كتنفخش لكم كما قلت لكم في الفران. صافي انا كنخدم غير هكا بهاد الجراره هذه كتجي ساهله، اولا كما قلت لكم هكا بواحد الفورشيط. وغادي ندير طبقه ثانيه ديال المربى، يعني طبقه تكون مهمه، وكما قلت لكم راه ما كتجيش حلوه. تقدروا ديروا المربى ديال الفريز اولا اي مربى كتفضلوا، وكما انه تقدروا ديروا ما بين هاد الطبقات تقدروا ديروا الشوكولا ديال الدهن. هي من الاحسن ديروا المربى كيجي المذاق ديالها بنين بزاف، كتجي بحال الحلوه ديال الريشبوند. صافي هنا درت طبقه مهمه ديال المربى، وغادي نرش رشيشه عاوتاني ديال الكوك، غير هكا رشيشه خفيفه كيعطينا واحد المذاق زوين في الحلوه. صافي وغادي نخليها على جنب وندوز نطلق العجينه الثالثه والاخيره بنفس الطريقه اللي درت في الاول. كنطلقها على هذاك الورق ديال الزبده مع رشيشه ديال الدقيق. نحاول انني يعني نطلقها يعني على القياس نفسه باش هكا ملي كتهزوها راه كتجيكم يعني قياس واحد وما كتعذبكمش في الخدمه ديالها. صافي كنهزها كما شفتوا كنديرها مباشره. بالنسبه للطبقه الاخيره يعني الطبقه الثالثه والاخيره ديال العجين ما كنديرولهاش المربى، كنخليوها هكاك فقط اننا كنتقبوها هكايا مزيان مزيان باش ما كتنفخش. وغادي ندخلها الفران اللي كيكون دافي من قبل. النار كتكون مهيله بحال الطياب ديال الكيك تماما، يعني تنقصوا عليها باش طيب من الداخل ديالها ويجيو دوك الطبقات طايبين، وكتنقصوا عليها بزاف وتخليوها حتى كطيب وتحمر هكا تشوفوها تحمرت من الجوانب، كتهبطوها شويه تحمر من الوجه ديالها. صافي وكنخرجوها. خليتها على سطح العمل غير كتبرد واحد شويه. ذوبت هنايا واحد 150 غرام ديال الشوكولا هكايا في حمام مائي، وغادي نحاول انني نوزعها على الوجه ديالها كامل. وبالنسبه للشوكولا كيبقى اختياري، تقدروا ديروا المربى، تقدروا ديروا هكايا شويه ديال العسل وترشوا هكا باللوز كاوكاو اولا الكوك اللي بغيتو. صافي هنايا درت انا طبقه رقيقه هكا ديال الشوكولا، درت شويه ديال الشوكولا بيضاء هكا ذوبتها حتى هي، درت خطوط وكنديرهم هكا على شكل ديال الملفي. صافي هكا التزيين كيجي زوين وبسيط، وهكا الوليدات كيبغيو لينا هكا الشوكولا كما كتعرفوا. غادي نخليها فوق سطح العمل غير كتبرد. خليت غير هكايا داك الشوكولا شويه شد فراسو غير هكايا على سطح العمل، يعني ما دخلتهاش للثلاجه، وكندوز مباشره باش نقطعو. حيت دوك الحواف اولا دوك الجوانب ديال الحلوه لانهم كيكونوا شويه قاصحين وشويه هكا محمرين في الفران اكيد. صافي وكندوز نقطعها المربعات اولا معينات على حسب نتوما الشكل اللي بغيتو.
اكيد اولا مثلثات اللي بغيتو. صافي غادي نقطع هكايا دي مورسو اولا مربعات على حسب القياس اللي بغيتو، نكملها كامله هكايا في التقطاع. وباش نوريكم ان شاء الله الشكل ديالها النهائي كيفاش كتجي. بالنسبه لدوك الطريفات كديروهم كبار ولا صغار على حسب. صافي هنايا من بعد ما كملت التقطاع ديالها كيف كتشوفوا هذه هي الكميه اللي كنتحصلوا عليها. كتخرج لينا ما شاء الله كميه وفيره. وهكايا دي مورسو اللي كبارين انا قطعتهم، وانتم غتقطعوا على حسب القياس اللي بغيتو. كتجي رائعه فعلا فعلا البنات، كتجي كتحمق وهشيشه كتذوب في اليد قبل الفم. انتم كيف كتشوفوا عن قرب كيفاش كتجي ديك الطبقات هكا ديال المربى، وكتجي لذيذه هشيشه. بالنسبه لهاد الحلوه فوق ما كنصايبها كتسالى في نهارها بقوه اللذه اللي فيها. هنا اخواتي نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها لوليداتكم ولعائلتكم وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق. خليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده واقتراح جديد، وبسلام عليكم.